بسم الله الرحمن الرحيم. للوصفة هذه نحتاج كوب تاع فرينة، اي عبار عبري به. انا ديت كوب هذا تاع 220. رايحه نضيف عليه هنايا حوالي ملعقه صغيره تاع الخميره الكيميائيه، ولا كيما حنا نقولوا نصف ساشي كيما هذيك، يعني 5 غرامات. 5 غرامات فرينة، القليل من الملح بطبيعه الحال. هنايا رايحين نحضروا هنايا العجينه تكون مالحه. ضفت لها قليلا من الكمون، ولا تحبي تزيدي فلفل اسود هذاك اختياري. بنفس الكوب هذا اللي عبرت به الفرينه رايحه نعبر به كذلك الحليب. هنايا رايحه ندي الحليب. عندي هنايا كوب تاع حليب. رايحه اولا نضيف البيضه هذه، ومن بعد نخلطها مليح، من بعد عاد نضيف الحليب. نمشي شويه نخلط هذيك البيضه شويه، عاد نزيد السوائل باش ما تغبنيش من بعدها في الخلطه تاعها. راح نضيف هذاك الحليب كامل ونضيف عليه الربع، يعني اضفت كل شيء هنايا كسوائل كاس وربع تاع حليب. وبعدها نضيف لهم هنايا ملعقتين كبار نتاع الزيت، نضيفهم للخليط نتاعي ونخلط مليح كل شيء بالفوي حتى تتجانس لي كامل المكونات مع بعضها، ونخليها على جهه تروبوزي. وهذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه، ما جاريه بزاف. من جهه ثانيه في مقلاة ندير هنايا حوالي 2 ملاعق تاع الزيت، ما كترش بزاف. وراح نضيف عليهم هنايا عندي حبه بصل قطعتها الى قطع صغيره جدا. هنايا كاين اللي يبغوا يرابوا البصل، ننصحكم انكم ما ترابيوش البصل، يعني خاطر البصل انفو تربوه هذاك الماء تاعو اللي يطلقوا يخلي لي المروريه في الماكله نتاعي. المهم اضفت له هنايا قليل من الملح، ورايحه نتبل هذا البصل جيدا حتى يتكرمل لي هذا البصل مليح. بعد ما تبت البصل تاعي مليح تحصلت على هذا اللون، راح نجيب هنايا سنه تاع الثوم ونزيد نربيها عليه. الثوم ما نديروش على البديه هكا باش ما ينحرقناش، حتى يطيب البصل عاد ندير الثوم تاعي. نخلط هنايا بضعه ثواني، ومن بعدها نجيب هنايا عندي حبه تاع طماطم كنت قطعتها، عفوا 2 حبات صغار، ولا ديروا حبه كبيره، قطعتهم هكا قشرتها وقطعتها الى قطع صغيره وضفتها مع البصل. وراح نخلي هذا البصل والطماطم حتى يطيبوا لي مليح. طيبنا هذا الصلصه جيدا. وهنايا بعد ما طاب لنا البصل راح نزيد له التوابل. درت هنايا توابل خاصه بالدجاج، كاري دجاج، يطيب لنا بزاف شابه الصلصه تاعنا. راح نضيف هنايا فلفل احمر كذلك حتى هو يطيب لنا شابه. وعندي هنايا طبيعه الحال اللي ما استغناوش عليه فلفل اسود. وراح نضيف هنايا قليلا من الكمون والفاقط، هذه هي العطور اللي راح نسحقها. الملح كنا درنا في البدايه مع البصل، ما راحش نزيد شويه، راح نزيد فقط قيس هذيك الطوماطيش. نخلط كلشي مع بعضه. التوابل انتو اللي راهم باينين كل واحد والذوق تاعو، ولكن كاري الدجاج ننصحكم انكم ديروه، يعطي بزاف بالنشبه في الصلصه نتاعنا وكانك راكي تاكلي في الشاورما. كابا تاعنا بعد ما وجدتنا ريحتنا واحد 5 دقائق، درت هنايا مقله. انا بغي الحجم تاعهم يكون صغير، تقدري تكبريهم. المقله هذه ما تلصقش، سبيسيال لي كراب. نتيا اللي عندك وحده تلصق لك ولا تخافي تلصق لك، ديري لها دهنيها بشويه نتاع الزيت هكا تضمني، غير دهني ما ديريش بزاف. تجيبي هنايا معلقه كيما هذه الصغيره، هذا الحجم هذا ها هو، هذه ديري بها 1.5 1.5. وهنايا لازم لك تكوني سريعه بالخف، تحكمي المقله تاعك وتبداي تمشي في لاباط قبل ما تطيب كيما هكا. ها هي حتى وين ما يبقاش العجين يدور. كي ما يبقاليش العجين يدور نحبس، خلاص هكا سي بون. ونخليها واحد 10 سكوند حتى 15 سكوند، من 10 ثواني حتى 15 ثانيه. اي ومن بعد نقلبها من الجهه الثانيه، ما نخليهاش تحمر لي بزاف كيما هذه اللي قدامكم. هذه حمرت لي بزاف، هذه حمرت لي بزاف. بغي ينشف لي السطح نقلبها. خلاص هنا هو السطح نشف، نقلبها بهذه الطريقه تخرج لكم كيما هكا دوغي.
اون فوا تنشف دوكا غير تنشف لي من تحت، نشوف بلي دات لا ونعاود زعما ندخلها طياب بشويه نقلعها. صايي هكا نقدر نقلعها. انا كملت طيبت كاع هذيك الكميه اللي عندي. هاد العجينه هذه بكاس فرينه وكاس ربع حليب قطعت لي 10 حبات. هنايا لافارس نحتاج هنايا فرماج غابي، فرماج ابيض عادي، قابسه تاع الطون، والصلصه هذيك اللي كنا طيبناها. ها هي لي كريب تاعنا، شوفوا كيفاش خرجوا. راح نحكمها على الوجه نتاعها، نقسمها على 2 بهذه الطريقه. الحبه تاعي تاع الكريب ما نخليهاش كامله، راح نقسمها على 2 هكا باش تجينيش يعني العجين غالب على لافارس. راني باغيه ندير غير شويه تاع العجين نقسمها على 2 هكا باش تحس بهذيك لافارس. درت شويه تاع الصلصه ورايحه نضيف معها قليلا من الطونه بالطماطم. عندي هنايا حبه تاع الجبن وفرماج غابي. والبنات هنايا يعني ننصحكم كي تجوا تخدموا بالحبه تاعكم توجور لي كراب فيها واحد الوجه يجي احمر ووجه يجي شغل هكا منمش كيما حنا نقولوا بالحموريه. نتوما خلوا هذاك الوجه اللي يجي ماشي حمار كومبليتمون ماشي دوغي كيما هكا كيما راكم تشوفوا، خلوه لداخل ديروا فيه لافاس، وهذاك الوجه اللي دوغي خلوه على برا هكا باش يجيكم الحبه تاعكم كامل كيف كيف. انا هذيك شويه تاع العجين اللي قالت لي تاع لي كراب راح نديرها هنايا باش نبلع بها الحبه تاعي. خليت غير واحد شويه زعما شغل كي لاكول باش نبلع الحبات تاعي بها. ها هي. ونستف هنايا عندي واحد البلا اللي كنت دهنته بالزبده ورايحه نستف فيه لي كراب تاعنا. نبدا نخدم كيما هكا، نقسم الحبه على 2، نعمرها بلا فرص ونبلعها بهذيك شويه تاع العجين ونستفهم في البلا نتاعنا. هنايا البنات كملت كاع الكميه تاعي كيما راكم تشوفوا، ستفتهم في البلا. بقاو لي شي حبات راح نخليهم نديرو في بلا واحد اخر، يعني على حسب ما رفد لي البلا. هنايا راح نحكم الفرماج مربعات هذا تاع الشطيره، راح نقسمو كيما هكا اكس على اكس في الوسط باش نتحصل على بون 4 تاع المثلثات. ورايحه نحكم كل جزء من هادو رايحه نحطو فوق مثلث من هادو اللي راهم عندي تاع لي كريب بهذا الشكل. هذا رايحه نزين به الوجه نتاع الطبق نتاعنا. شوفي ولا كي تشوفي من البعيد تقولي هذا يعني بوراك ماشي لي كريب. راح نكمل كيما هكا، نحكم كل مربع نقسمه على 4 على شكل مثلثات ونزين به الوجه نتاع الطبق نتاعنا. البنات تحصلت على هذه النتيجه. اذا كما راكم تشوفوا رايحه ندخلها للفرن شويه بد ما يذوب لي هذاك الفرماج المثلثات. البنات هنايا ها هي في الفرن خليتها شويه داب لي هذاك الفرماج كما راكم تشوفوا بدا يذوب. رايحه نضيف عليه الفرماج رابي هكا باش ما ينشفليش علبه ديال الفرماج رابي. راح نديرو شويه يعني حتى نحس بلي الطبق تاعي صاير راه جاهز. يعني هنايا كلشي راه طايب، معناتها راح نضيف يعني فقط اني نكراتينيه شويه في الفرن ونعاود نخرجو ويكون الطبق تاعنا جاهز. البنات هي النتيجه امامكم. الطبق نتاعي راه جاهز كما راكم تشوفوا، جا بزاف يعني بريزونطابل. البنه تاعو ما نحكيلكمش والله غير بنين بزاف. جربوه ما راحش تندموا. الحشوه تبقى لكم اختياري، كاين اللي تبغي دير كفته، كاين اللي تبغي دير كفته تاع الدجاج، كاين اللي يبغي يدير مش عارفه انا اي حشوه عندكم ديروها. والبنه تاعو ما تامنوش والله غير بنين بزاف. راح نقسم معكم هنايا حبه باش تشوفوها. شوفوا هنا شحال شباب، راني باغيه نقسم معكم حبه. مانيش عارفه راهي تبان في الكاميرا، بنتي راهي تقولي ما راهيش تبان. المهم هذا هو المقطع اللي صورته. بهذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا لهنا اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، والى الملتقى مع وصفات اخرى. ما تنسونيش اعجاب اشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله.